السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة ابتدائي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. رجعنا النهاردة في فيديو جديد، والفيديو بتاعي عن ايه؟ عن اسلوب الاستفهام. عن ايه؟ عن اسلوب الاستفهام. خليك معايا عشان تعرف ايه هو اسلوب الاستفهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة ابتدائي رجعنا النهاردة في فيديو جديد، وهو فيديو الايه؟ فيديو الشرح بتاعنا. والشرح بتاعنا النهاردة هيبقى عن اسلوب الاستفهام. اسلوب الاستفهام يا ميس؟ اسلوب الاستفهام يا ميس. اسلوب الاستفهام دوت يا سنة تالتة عبارة عن ايه؟ عبارة عن شخص فضولي قوي. يعني ايه شخص فضولي؟ يعني شخص بيعرف كل حاجة عنك. يعني لما تسأله، يعني لما يسألك سؤال انت بتجاوب، يسأل تجاوب، يسأل تجاوب، فبالتالي يبقى عارف كل حاجة عنك ولا لا؟ يا ميس يبقى عارف كل حاجة عنك. فبالتالي يبقى سنة تالتة ده ايه؟ شخص فضولي. يبقى اسلوب الاستفهام على طول يجي في دماغك ان هو شخص فضولي بيسأل على كل حاجة واي حاجة وفي اي وقت وفي اي مكان. اسلوب الاستفهام لسنة تالتة ليه ادوات كتيرة جدا، وهعرفه من حاجتين. ان في ادوات معينة. هعرفه من ايه؟ هعرفه من ادوات معينه، دي اسمها ادوات. وفي الاخر خالص في سنه ثالثه لازم يبقى في علامه استفهام. وفي الاخر خالص لازم يبقى في علامه ايه؟ استفهام. يبقى انا بعرف اسلوب الاستفهام من حاجتين، من ادوات معينه لو حفظتها، وفي الاخر خالص الاقي علامه الاستفهام في اخر السؤال، يبقى انا قدام اسلوب استفهام. طيب حاجه تانية، اسلوب الاستفهام السنه دي سنه ثالثه بقى خفيف عليك جدا. يعني ايه؟ يعني هو هيجي يسالك على 4 حاجات بس، على 4 ادوات بس. طب والباقي هم كانوا اكتر من كده؟ يا سنه ثالثه اكيد انت كنت اخدهم في سنه ثانيه وكنت عارف ان هم كتير جدا، زي كيف واين وهل ومتى وحاجات كتيره جدا. تمام؟ وماذا ولماذا ومن وما، حاجات كتيره جدا. وكم وكيف، حاجات كتيره جدا. صح كده؟ طيب هو السنه دي بقى كان رحيم بينا او بيك انت يا سنه ثالثه، وقرر ان هو يديك 4 ادوات بس عشان تركز عليهم ويبقى ايه؟ فاهمهم كويس جدا. ايه ال4 ادوات دولت؟ اللي هو كلمه ايه؟ من وما هل لماذا. من ما هل لماذا. قول كده: من ما هل لماذا. من ما هل لماذا. لا مش سامع. من ما هل لماذا. من ما هل لماذا. قول كده: من ما هل لماذا. تمام؟ القانون بيقول، بس هو كله قانون. كله قانون. اول حاجه في القانون بتاعي سنه ثالثه، لما تيجي تسال عن شيء عاقل، لما تسال عن عاقل يبقى هتستخدم لي كلمه ايه؟ من ده اول قانون عندي. من بتسال للعاقل. عايز تعرف مين اللي اشترى الهديه؟ تقول لي من. عايز تعرف مين اللي سافر؟ تقول لي من. مين اللي اكل؟ من. مين اللي نام؟ تسال لي من. طالما بتسال عن عاقل والاجابه هتطلع باسم شخص، يعني احمد، حسين، علي، ابراهيم، محمد، حسنين مثلا، اي حاجه من دولت، يبقى انت بتتكلم على اسماء اشخاص، يبقى انت بتتكلم على ايه؟ على شيء عاقل. طيب ما عكسها. يعني ايه عكسها؟ بتسال عن غير عاقل. بتسال عن غير ايه؟ عاقل. يبقى ركز كده: من للعاقل ما غير العاقل. من للعاقل ما غير العاقل. قول كده: من للعاقل ما غير عاقل. من عاقل ما غير عاقل. تمام؟ يعني ايه غير عاقل؟ يعني تشاور تشاور على حاجه او تقول اي اجابه غير كلمه انسان. يعني تقولي اي حاجه في الدنيا الا اسامي البني ادمين، الا مريم وهدى وعلاء وحسين مثلا. بس تقولي اسد، كتاب، حمار، حصان، خرطوم، بيت. تقولي كل حاجه الا اسماء الاشخاص، يبقى دي ايه؟ غير عاقل. والقانون اللي بعده بيقول لك ايه؟ هل بستخدمها لو لقيت في الاجابه بتاعتي كلمه نعم او لا. القانون بيقول ايه؟ هل استخدمها لو لقيت الاجابه بتاعتي فيها ايه؟ بكلمه نعم، بادئه بكلمه نعم او كلمه لا. هل نعم او لا. هز دماغك كده. نعم هل نعم او لا. هل نعم او لا. امال من عاقل ما غير عاقل. هل نعم او ما.
نعم او ما ايه بس؟ هل نعم او لا؟ هل نعم او لا؟ منكم انتوا سنة تالتة. طيب ايه القانون الرابع بتاعي لكلمة ايه؟ لماذا؟ لماذا بتسأل عن السبب؟ لماذا؟ يبقى انا عايزة منك ايه؟ سبب. لماذا لم تشرب اليوم اللبن؟ اصل ما بحبهوش. لماذا ضربت اخيك؟ اصل كان غيظني وكنت عايزة اخد حقي. لماذا لم تخبرني بانك ذهبت للمصنع مثلا يا صغيري؟ ليه ما قلتليش ان انت رحت المصنع يعني النهارده؟ ده فرضا انت اكيد مش هتروح المصنع يعني، فانت تلاقي اجابه كده تقنع بيها ماما. اصل انا رحت النهارده مع بابا عشان كنت عايز اتفسح مثلا. هتلاقي اي اجابه وتقولها صح كده. يبقى واحده واحده. اسلوب الاستفهام بتاعنا السنه دي يا سنه ثالثه طالب منك 4 حاجات بس. طالب منك ايه؟ 4 حاجات بس. ايه هما؟ من، ما، هل، لماذا. من، ما، هل، لماذا. من، هل، ما، لماذا. قول كده. من، هل، ما، لماذا. ميس انا كانت عجباني التانية اكتر اللي هي من، ما، هل، لماذا. من، ما، هل، لماذا. لا مش دي يا ميس، انا كان قصدي اللي انت بتقولي فيها ايه؟ من للعاقل ما غير العاقل. من للعاقل ما غير العاقل. هل نعم او لا. هل نعم او لا. وتهز دماغك كده. ولماذا سبب. ولماذا سبب. طب احنا دلوقتي عرفنا القانون. طب نيجي نطبق بقى. بصي كده السؤال بيقول لك ايه؟ من يشرب اللبن؟ وكان مديلك صورة ايه؟ صورة حد بيشرب اللبن صح كده. فبيقول لك ايه؟ من يشرب العصير؟ يشرب احمد العصير. يبقى من اديتك اجابة حد شخص، والحد دوت كان عاقل. يبقى لما اسأل بمن هتحط لي اسم شخص. طب نيجي لما وحاطط لك صورة. ما هذا؟ بيشاور على الشيء ده. بيقول لك ايه؟ ما هذا؟ هتقولي ايه؟ هذا هدهد. هل كلمة هدهد عاقل ولا غير عاقل؟ ده حيوان. حيوان يبقى غير عاقل. نيجي للي بعده. كلمة هل. هل هذه نخلة؟ مديك صورة. هتقولي ايه؟ نعم هذه نخلة. افرض كان مديك قطة تقولي لا هذه قطة. يبقى أول ما ألاقي هل الإجابة أوتوماتيك على طول أقول إيه؟ نعم أو لا. طب لماذا تجري الغزالة؟ تفتكر الغزالة بتجري ليه؟ ومديك صورة عشان في مين مفترس وراها؟ الأسد. يبقى بتجري ليه؟ لتهرب من الأسد. وخلي بالك لازم في لمة في أسلوب الاستفهام أو لما يجي يستخدم كلمة لماذا هتلاقي في الإجابة بتاعتك اللام. اللام دي اللي بيتقال عليها لام تعليل. لام التعليل دي اللي هي لام ايه؟ لام السبب. لام التعليل دي اللي هي لام ايه يا سنة تالتة؟ لام السبب. تمام؟ نكمل مع بعض في القوانين بتاعتنا. القانون. من للسؤال عن ايه؟ عن العاقل، والعاقل يعني انسان. ما بسأل بيها عن شيء غير عاقل يعني غير انسان. لماذا بسأل بيها عن السبب، وفي الأغلب الإجابة بتاعتي هلاقي أولها إيه؟ حرف اللام. هل لما أجي أسأل إيه؟ لما تكون الإجابة عنها بكلمة نعم أو لا. نعم أو لا. ميس أنا فهمت كويس جدا، أنا بس محتاجة أطبق. أنا محتاجة أطبق ومش هتلاقيني طبقت وبقيت حاجة مختلفة خالص. طب يلا يا حبيبي هنطبق. يلا بقى يلا. مش أنت عايز تطبق؟ يلا بينا نطبق. مديني اول حاجه عندي بيقول لي ايه؟ اختر اداه الاستفهام المناسبه مما بين القوسين. بيقول لك ايه؟ نقط. حلم هاله هو ان تكون رسامه. والاجابه بيقول لك كلمه ايه؟ لا. ده انا الميس قالت لي اول ما الاقي كلمه لا الاجابه السؤال على طول بيبقى فيه اداه ايه؟ هل. ابص كده الاقي كلمه ايه؟ هل. اشمعنى هل؟ عشان لقيت الاجابه ايه؟ لا. نيجي للسؤال اللي بعده. نقط. فازت في المسابقة صديقتي هبة. واحدة واحدة. انت لقيت الإجابة دي ايه؟ عاقل ولا غير عاقل؟ لقيتها عاقل. يبقى وانا مغمض بختار مين؟ من. برافو يا سنة تالتة.
السؤال الثالث، نقط تذاكرين دروسك كل يوم، بتذاكري دروسك كل يوم. الإجابة لأنجح، دي بدأت بلام، لام تعليل، يبقى أنا وأنا مغمض بختار إيه؟ لماذا؟ لماذا اللي أولها لام، طالما الإجابة فيها لام يبقى أختار لماذا اللي فيها لام. لام 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 لام. السؤال اللي بعده، نقط رياضتك المفضلة، الرياضة المفضلة بالنسبة لي اللي هي كرة القدم. اسأل نفسك، هل دي نعم أو لا؟ لا. هل ده عاقل؟ لا. هل دي أولها لام يعني سبب؟ لا. يبقى أنا مغمض، كرة القدم يبقى ده غير عاقل، يبقى أكيد بيسأل عن الرياضة المفضلة بتاعتي اللي هي غير عاقل، يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى ما. نشوف السؤال الخامس، نقط تكرار المحاولة ضروري لتحقيق النجاح. الإجابة نعم، ده أنا لقيت نعم ده وأنا مغمض، بختار مين؟ هل. وصلت سنة تالتة، يبقى أول ما ألاقي الإجابة بتاعتي نعم أو لا يبقى السؤال على طول هل. لقيت الإجابة شخص، اسم شخص، يبقى ده من. لقيته غير عاقل يبقى ده ما. لقيت الإجابة أولها لام يعني تعليل، أختار لماذا اللي أولها لام. في مشكلة كده؟ يلا بينا نكمل مع بعض. ضع أداة الاستفهام في مكانها المناسب. في مكانها ولا مكانها؟ لما نكبر كده شوية بقى هنعرف، بس هي الإجابة الصحيحة مكانها. لماذا، ما، هل، ومن، دي الاختيارات اللي احنا شغالين عليها. بيقول لي بقى أول سؤال إيه؟ لماذا تجلس أمام الكمبيوتر؟ كانت الإجابة بتاعتي إيه؟ لأبحث عن بعض المعلومات. لقيت لام يبقى وأنا مغمض بختار أداة الاستفهام اللي أولها لام اللي هي لماذا. السؤال رقم 2، نقط نتأمل في عجائب الكون لندرك. ده بدأت بلام يبقى وأنا مغمض بختار إيه؟ لماذا. السؤال رقم 3، نقط شاهدت المباراة. الإجابة بدأت بإيه؟ لا لم أشاهد، لا يبقى وأنا مغمض بختار مين؟ هل. ليه؟ عشان لقيت إيه؟ هل. عشان لقيت في الإجابة بتاعتي إيه؟ لا. لقيت إيه؟ كلمة لا. السؤال رقم 4، نقط هذا كتاب. الإجابة هذا كتاب اللغة العربية، يعني الإجابة بتاعتي نعم أو لا؟ لا. أولها لام تعليل؟ لا. هل الإجابة عن شخص عاقل يعني اسم شخص؟ لا ده غير عاقل، يبقى وأنا مغمض بختار ما. السؤال الخامس، نقط يركب معك حافلة المدرسة. زميلتي رهف. رهف دي اسم بنت صح؟ يعني اسم عاقل، يبقى السؤال مين؟ مين اللي بيركب معاك؟ هتلاقي نفسك تقولي ايه؟ رهف. من؟ يبقى رهف. وصلت؟ يا سنة تالتة من بسأل بيها السؤال عن العقل. السؤال رقم 3، رتب الكلمات الآتية لتكون سؤالا كالمثال. مديني بقى مجموعة كلمات، بيقول لك ما علامة استفهام هذا اسم طائر. قلنا بعرف اسلوب الاستفهام من حاجتين، من الأداة ومن علامة الاستفهام. يبقى أنا ببدأ الأداة بتاعتي بما أو من أو هل أو لماذا، ولازم أختم السؤال بتاعي بالايه؟ بعلامه الاستفهام. يبقى اول ما الاقيهم دي على طول بتبقى رقم 1 ودي الاخيره بتحطها في الاخر. بعد كده ارجع للجمله عشان تعرف ترتبها صح. ما علامه استفهام هذا اسم الطائر، يبقى السؤال تفتكر كان بيقول لي ايه؟ ما اسم ايه؟ هذا الطائر. يبقى السؤال بتاعي صحيح، ما اسم هذا الطائر، بيسأل عن اسم الطائر. طبعا الطائر مثلا قلت لي الهدهد، ميس ما انا قلت الهدهد، الاجابه بتاعتك عاقل ولا غير عاقل؟ ده الحكم. عاقل يبقى انت مغمض بتختار من، غير عاقل وانت مغمض بتختار ما. شوف السؤال اللي بعده، هبه الذي تعلمته ما الدرس وعلامه استفهام. قلنا علامه الاستفهام نزلها في اخر السؤال، والاداه بتاعتك هنا مين؟ كلمه ما، هتبدا بيها وارجع جوه.
هنا بقى بيقول لي ايه؟ ما هبه الذي تعلمته الدرس. لو انت خدت بالك هو نوت مش بيسأل عن هبه، يعني فيما معناه ان هو ايه؟ مش بيقول لك مين اللي اتعلم الدرس عشان تقول لي هبه، لا ده بيقول لك معنى السؤال اللي هو ايه الدرس اللي هبه اتعلمته. يبقى اوعى تقول لي ما هبه تعلمته او ما هبه الدرس تعلمته، غلط، لان ما هيجي بعديها غير عاقل، يجي بعديها الشيء الغير عاقل. يبقى اقول ايه؟ ما الدرس، زي ما سألك فوق ما اسم هذا الطائر. يبقى هنا هو السؤال بتاعي ما الدرس، ايه الدرس الذي تعلمته هبه، امشيها بقى كده. يبقى ما الدرس الذي تعلمته مين؟ هبه. طبعا والسؤال بتاعي لازم ينتهي بعلامه الاستفهام. نيجي رقم 3. الى لماذا المدرسه تذهب علامه استفهام. فين الاداه اللي هبدا بيها؟ لماذا. فين علامة استفهام؟ حطها في الآخر. ارجع بقى عشان تشوف السؤال. هو نوت السؤال فيما معناه اقرا الجملة عشان تعرف هو بيسأل على ايه بالظبط. هو نوت عايز يقول لك ايه؟ انت ليه بتروح المدرسة؟ يبقى ليه؟ لماذا تذهب إلى المدرسة؟ طبعا الإجابة المفروض بتاعتي للسؤال دوت هتبقى ايه يا سنة تالتة؟ حد فاكر؟ أنا بدأت بلام صح؟ يبقى أنا الإجابة بتاعتي ايه؟ فيها لام. لأنجح، لأجتهد، لأتفوق، لأصبح معلما، لأصبح طبيبا، صح؟ يبقى أول ما يقول لي لماذا لازم الإجابة بتاعتي يبقى فيها لام تعليل عشان أعرف السبب بتاعي، صح كده؟ بترضي فضولي يعني، مش أنا هو بترضي فضول، هو اللي بيسألك، هو أنا اللي بسألك؟ أنا اللي حاطة المنهج؟ طبعا لأ. ماشي سنة تالتة. طيب يبقى نراجع كده القوانين بتاعتنا اللي خدناها في حصة النهاردة. القانون الأول بيقول لي إن من بسأل بيها عن العاقل. القانون التاني بيقول لي إيه؟ ما بسأل بيها عن غير العاقل. هل لما ألاقي الإجابة بتاعتي بادئة بكلمة نعم أو كلمة لا. القانون الرابع والأخير كلمة إيه؟ لماذا بحطها لما ببقى عايز سبب في الإجابة، والسبب لازم يبقى أوله إيه؟ حرف اللام. السبب يبقى لازم أوله حرف اللام. وكل اللي شرحناه النهارده ده كان اسمه ايه؟ ادوات الاستفهام اللي لازم 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 الاقي في الاخر فيها علامه الايه؟ الاستفهام بتاعتي. والى هنا ايها الاحباب بتنتهي حصه النهارده، واشوفكم في حصه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.